الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فأولا أتينا ونظن أنكم لم تصلوا، سريع صليتم. الأذان وكم؟ 15 صح؟ منit. متى صليتم ما شاء الله؟ من الأذان مباشرة؟ استغربت، جينا وهم يصلوا ما زالوا في الخارج. أنا أنتظر. يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، التي في رواية الغرباء هم الذين يصلحون أنهم يكونون صالحين إذا فسد الناس. أما يصلحون هذا ما أفسد الناس، يصلحونهم إذا ما أفسدوا الناس من سنة أتوا بالبدع وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يأتون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرون من البدع. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآية الأولى فلولا كان، أي هلا كان، أو لولا يعني كان من القرون، يخبر الله عز وجل عن قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في الأمم الماضية. كان من القرون من قبلكم أولو بقية قليل ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم، أي قليل ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلى الأكثر لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل الأكثر أن أكثر الناس هم الغافلون، أكثرهم هم يعني الضالون والفاسقون، كما ذكر الله عز وجل في كثير من الآيات في كتابه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله بدأ الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا، أي في أول الأمر، في أول بداية الإسلام كان الصحابة قليل، ثم كثروا والحمد لله، انتشر الإسلام وكثر المسلمون، ثم في آخر الزمان يقل، ونحن في آخر الزمان يقل، أي المتمسكون بالدين الصحيح. المراد يعني بدأ الإسلام غريبا، أي أن المتمسكون بالدين الإسلام الصحيح كانوا قليل ثم كثروا، ثم في آخر الزمان يعود غريبا، وهو الآن نحن في آخر الزمان. فالإسلام أصبح غريب، أصبح المتمسك بدين الإسلام الصحيح. أما من يقول يعني المسلمون كثر، لكن المتمسكون بدين الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وجاء في يعني الحديث الآخر الذي مر معنا هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم قليل اليوم. وأما يعني كثير من المسلمين يعني ليسوا متمسكين بالدين الصحيح، بل يعني تعرفون مثلا ما يتعلق فقط ما يتعلق بالمرأة. كثير من المسلمين اليوم الذين يدعون إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تتبرج، صح، من المسلمين. وأما المرأة يعني كثير، هذا ليس من دين الإسلام الصحيح. الله عز وجل أمر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالمرأة إذا لبست مثل ما كان الصحابيات تلبس الجلابيب، قالت عائشة: فأرخينا الجلابيب بعد نزول هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: فأرخينا الجلابيب،
يعني جعلنا الجلباب من الرأس إلى التحت جلباب، هذا الحجاب فقط غير اللباس، ليس هو اللباس، لا، هذا الجلباب يكون ساتر للرأس وكذلك للبدن يكون يعني إلى عند الركبة أو إلى ما تحت الركبة، يستر المرأة، يكون فضفاضا لا يظهر شيء من المرأة. اليوم إذا يعني ذهبت المرأة بهذا اللباس يعني إذا ذهبت مثلا إلى المطار، شيء غريب ينظر إليها الناس كأنها قريبة، هذه متخلفة، هذه صح، ينظر بنظرة عجيبة. فهذا هو غربة الإسلام. وكذلك الرجل يلبس يعني اللباس القصير إلى نصف الساق، هذه السنة، ليس شيء جديد، لم يأتي بجديد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: خرجت يوم وهو لابس إزار وكان مسبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك، قال فرفعت، فقال ارفع، فرفع، قال حتى قال لي ارفع إلى نصف الساق. قال هذه بما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبسة أهل الإسلام، وبما معنى كلامه عليه الصلاة والسلام إلى نصف الساق. الآن إذا لبس أحدنا إلى نصف الساق وخرج إلى الناس، ماذا سيقول؟ هذا متشدد، هذا وهابي، هذا إرهابي، صح؟ وأرخى لحيته ولبس العمامة، وفي المطار ينظر بتعجب، وهو لباس الإسلام. من الذي يتعجب؟ ليس الكفار هذا شأنهم، المسلمون ينظرون بنظرة غريبة وعجيبة، لماذا يلبس هذا اللباس؟ هذا متخلف، هذا وهابي، وغير ذلك من الألفاظ، يعني قريب. أصبح لباس الإسلام الذي أمرنا به الشرعي، اللباس الشرعي والهيئة الشرعية التي أمرنا بها من إرخاء اللحية، ويعني عدم يعني الإسبال، رفع الإزار إلى النصف، وكذلك لبس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العمامة ليست سنة، العمامة طبعا ليست سنة، عادة، النبي صلى الله عليه وسلم لبسها عادة فليست سنة، لكن يلبسها المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، لباسه القميص، ينظر الناس هذا قريب، صح؟ لكن في المقابل إذا لبس سروال مقطع، أو لا نقول مقطع، نقول لبس السروال إلى فوق الركبة، صح؟ يلبس سروال إلى فوق الركبة، هذا تمام ما شاء الله، هذا لباس جيد. طيب هذا يلبس إلى تحت أقل، يعني أستر منه، لا، لابد أن تسبل. طيب وهذا لبس إلى فوق الركبة، هذا لباس عادي، لأنه لباس من؟ كفار. أصبح المسلمون ينظرون إلى ما يفعله الكفار، ما فعله الكفار فهو الحضارة، وهو التقدم، وهو يعني المناسب، وما فعله المسلمون يعني بما شرعه الإسلام هذا تخلف، وهذا تشدد، وهذا مما يدل على غربة الإسلام، فيعني المسلم يتمسك بدينه، ينبغي عليه أن يتمسك، وقد أخبر النبي، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني أن المتمسك على دينه له أجر عظيم في آخر الزمان كالقابض على الجمر. فالمسلم لا يتأثر بكلام الناس، ينظر بماذا يرضي ربه، فرضا الناس غاية لا تدرك. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اليوم الناس يرضوا عنك، غدا سيسخطوا، إذا أرضيتهم بسخط الله سيسخطوا عليك. لا تحاول أن ترضي الناس بسخط الله، ولكن حاول أن ترضي الله ولو سخط الناس اليوم سيسخطون عليك. الله راضي عنك، لا يضرك سخط الناس، لا يضرك ما يقول الناس. إذا كان الله راضي عنك أنت تعمل بما أمر الله عز وجل، فلا يضرك ما يقوله الناس، فالناس سيرضوا عنك. ومن أرضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أما من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سيرضوا عنك يوم، يومين، فترة، ثم بعد ذلك سيسخطون عليك، لأنك أسخطت الله عز وجل الذي بيده يعني الكون، وبيده مقادير كل شيء، والذي يقول لشيء كن فيكون. قال: وعن أبي أمية
قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له: كيف تقول في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله، سألت عنها عالم بمعنى هذه الآية. لماذا عالم؟ قال: لقد سألت أبا ثعلبة، يقول أبو ثعلبة: لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهو المتبع ودنيا مؤثرة أي يؤثرها الناس وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما للصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. رواه أبو داود والترمذي. يعني المتمسك بدينه في هذا الزمان الذي يعني يكون الإسلام فيه غريب، يكون أجره أجر عمل 50 من أجر الصحابة. وليس معنى تفضيل على الصحابة، لا، ليس معنى هذا أن هذا الرجل يفضل أصلا، لا، بل لا يمكن أن يبلغ قدر أنمله أمام الصحابة، يعني ولو شيء يسير لا يمكن. الصحابة فضلهم كبير، لا يمكن أن يصل إليهم يعني العبد في هذا الزمان ولو صام الليل ولو صام النهار وقام الليل وذكر الله وقرأ القرآن وجعل كل عبادته في كل وقته في طاعة الله، لن يبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تصدق أحدكم بمثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. إذا تصدق الصحابة بهذا المد، والرجل يعني بعد الصحابة تصدق بمثل جبل أحد كثير كما ظنان، لن يصل في أجره مثل أجر الصحابة. ليس المد، قال ولا نصفه ولا نصف من المد، لن يبلغ. دل على فضل الصحابة، لكن يعني دل هذا على أن له أجور عظيمة. المتمسك في وقت قربة الإسلام بالدين الصحيح دل على أن له أجور عظيمة. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: وهذا فيه حث على الاستقامة في القربة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يستقيم ويحرص على الاستقامة عند قربة الناس ولا يغتر بكثرة الهالكين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بعقابه، أي يعني العذاب. يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول الله عز وجل: يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا اهتديتم من الهداية، هداية العبد منها أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم يكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليس هذا الرجل بمهتد حق الهداية، بل من الدليل على هداية الرجل أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولا يضر الناس من ضل إذا اهتدوا واستقاموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا يضر إذا كان الرجل مستقيم على دين الله وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم الناس ضلوا، لا يضره هذا معنى الآية. ليس معنى الآية أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أن الناس إذا ضلوا لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، لا، هذا باطل، هذا ليس معنى الآية كما يعني جاء عن أبي بكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني إذا استقمت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك بعد ذلك من ضل. قال: بعض الناس يظن أنه إذا اهتدى يعني إذا أدى الطاعات الخاصة لا يضره من ضل، وهذا غلط،
من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أسباب الهداية. ولهذا خطب الصديق الناس رضي الله عنه أي أبو بكر لما تولى وقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، أوشك الله أن يعمهم الله بعقابه. قال: وهكذا في هذه الآية يرى شحا مطاع وهو المتبع. قال له: بل ائتمروا بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الآية: يا الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: بل ائتمروا. هذه من الهداية، من الهداية. بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو المتبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما للصابر فيهن مثل القابض على الجمر. هنا عكس، للصابر لام حرف جر، صابر اسم مجرور، للصابر فيهن مثل القابض. هنا قال مثل القابض، تمام، مضاف إليه جعله مكسور. أما قال مثل في يعني الأول مثل القابض، هذا خطأ، مثل القابض خطأ من يعني المطبعة ومن الطابعة. قال المؤلف: قال مثل القابض على الجمر، الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيهن المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم من الدين الصحيح له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قال: قلت لسفيان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم. قال إنكم. قلت لسفيان عن النبي عن سعيد أخي الحسن يرفعه. سأل أسد يعني سفيان، قال أسد: قلت لسفيان عن النبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس. يصلحون يعني الطبعة ما شاء الله كثير الخطأ. يصلحون، إن صلح يصلح عند فساد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس. هم يصلحون أنفسهم، يصلحون أي صلاح أنفسهم عند فساد الناس، وكذلك يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يبينون السنة وينهون عن البدع. قال: بالأمر، ويصلحون ما أفسد الناس بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ويتمسكون بالقرآن حين يتركه الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فالغرباء هم أهل الصلاح والاستقامة وتنفيذ الأوامر والدعوة إلى الله عند فساد الزمان وتغير الأهل. وكما تقدم معنا قد أصبح هذا الزمان زمن الغربة، فقل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ومن كان يقوم بهذه الوظيفة فكثير بل أكثر الناس يتهمونه ويتكلمون عليه وقل العلماء علماء أهل السنة، وقل العلماء العاملون بالعلم والداعون إلى العمل بالعلم، هذا أقل من ذلك. قال: باب التحذير من البدع.
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. أي هذا قول حذيفة، كل عبادة لم يعملها الصحابة ولم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوها ولا تعبدوها، لا تعبدوا الله عز وجل بها، فإن الأول هم الصحابة رضوان الله عليهم، لم يدع للآخر مقالا، كما جاء عن ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أي الصحابة بينوا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقله لنا الصحابة رضوان الله عليهم، فليس هناك شيء ناقص نأتي به، بل الواجب علينا الاتباع فقط، أما الابتداع فمنهي عنه. قال وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال انتظر. ما أراد أبو موسى رضي الله عنه أن يخبر ابن مسعود، قد يفهم ابن مسعود كلام غير ما أراده أبو موسى، أو قد يخاف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن ينقل كلام إلى ابن مسعود بخلاف الذي هو موجود في الصورة، قد لا يحسن فهمه ولا يحسن الكلام، فلذلك قالوا اصبر فإذا عشت فستراه، نذهب إلى المسجد وستراه بعينك. قال فإن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100. جلوس حلقات في المسجد، حلق، وهناك في الحلقة تقول أستاذ، وكل رجل منهم معه حصى. ما هو حصى؟ حجر. ماذا تسمى حجر؟ باتو. أيوة باتو كتشل. كلهم يقول كبروا 100، فيكبرون 100، يعدون الله أكبر الله أكبر، يعدون بالحصى. هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ أو ابن مسعود قال لأبي موسى الأشعري ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء، انتظار رأيك. هذا فيه ورع الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم من الفتية وانتظار من هو أعلم. قال أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليها ابن مسعود فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. لماذا تعد حسناتك؟ الله لن يضيع من حسناتك شيء، لن يضيعك من حسناتك، بل
سيضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لن تضيع من حسناتك شيء. عد سيئاتك لكي تنظر، هذه كثيرة، إذا عددت سيئاتك ستنظر أنها كثرت، ثم تستغفر الله وتقل من السيئات. هذا سبب عد السيئات، سبب لأن أن تقل من السيئات. ليس معنى أن الله لا يعد السيئات إلا، لكن معناه أنك إذا عددت سيئاتك ستعرف أن سيئاتك كثيرة، عند ذلك ستبادر إلى التوبة، عند ذلك تقلل من فعل السيئات. قال ألا يضع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى أي ثيابه لم تتمزق، ما زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كم 30 أو 40 سنة أو أقل من ذلك وهم فعلوا هذا. قال وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. هذا الفعل إما أن يكون أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يمكن؟ لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشرع جاء به، ما في هناك زيادة، لا يمكن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهكذا يقال لمن جاء ببدعة، إما أن هذه البدعة هي أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. قال أما إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن. أو مفتتح باب ضلالة أو الضلال، وهذا ما إذا لم يكن أهدى من ملة محمد وهذا لا يمكن، فهم إذن في ضلال، لأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إما أن يكونوا أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يمكن؟ لا يمكن. الدين كامل. أو أنهم افتتحوا باب ضلالة، وهذا هم الواقعون فيه، أنهم افتتحوا باب ضلالة. قال أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيب، كم من مريد للخير لا يصيب الخير. إذا لم يمشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من الكتاب والسنة فهو لن يصيب الخير، لن يصيب الخير إلا من أخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه الترقية لا يجاوزها، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز ترقية إلى الداخل، لا يكون في القلب لأجل أن يعمل به ويعرف معناه ويخشع، إنما فقط مجرد قراءة هنا فقط من الخارج. الترقية هي هذه، لا يخرج لا يدخل إلى الداخل، لا يسكن في القلب ويسكن في الجوارح، تخشع له الجوارح وتعمل الجوارح بالقرآن، إنما فقط بالقراءة. قال لا يجاوز تراقيهم وأيم والله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أي حلف ابن مسعود أن أكثر هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم من هؤلاء، لأنهم افتتحوا باب ضلالة. قال ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أي أكثر هؤلاء أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يقاتلون الصحابة مع الخوارج لأنهم افتتحوا باب ضلالة. البدع لا تأتي مباشرة، الشيطان يأتي بك مباشرة إلى البدع الكبيرة، يتدرج بك قليل، أولا خالف قليل ثم قليل ثم قليل ثم إلى أن تصل إلى البدعة الكبرى. هؤلاء أرادوا الخير، نذكر الله فقط، نذكر الله عز وجل، نعد الذكر فقط، لم يأتوا بذكر جديد، لا، فقط عدوا الذكر فقط بطريقة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ابن مسعود هذا باب ضلالة، ثم توصل بهم الأمر من هذه الضلالة الصغيرة إلى أن صاروا من الخوارج وقاتلوا الصحابة. فهكذا الشيطان يأتي قليل 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 إلى أن يصل إلى ما يريد. قال رأينا عامة أولئك الحلق يطعنون يوم النهروان مع الخوارج والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى المؤلف من الكتاب. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال وهذا فيه التحذير من البدع، وأن الواجب على أهل الإسلام الحذر منها،
ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم لما وعظهم. قال العرباض: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وعظنا موعظة أي النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم. وذرفت من العيون، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بما شرعه الله لعباده، وأن يحذروا ما أحدثه الناس من البدع ويحذروا منه. ولهذا قال له حذيفة: كل عبادة. قال حذيفة لمن؟ قال حذيفة لأحد التابعين، قال له أي لأحد التابعين: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر شيء، لأن الصحابة قد بينوا وسألوا نبيهم عن كل شيء، فعليكم بالتأسي به والسير على منهاجه. ولما رأى عبد الله بن مسعود قوم في المسجد حلقا وكل واحدة فيها واحد يقول: سبحوا كذا، عدوا كذا، يعدون بالحصى، قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. هذا من البدع، وأن يتفرقوا أحزابا كل واحد يقول: افعل كذا، افعلوا كذا. هذا إنما الواجب النصيحة، قال الله قال رسوله. هذا هو، أي أن يؤمر الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، لا يؤمرون بالآراء ولا بالأهواء ولا بالاستحسانات. قال: أما أن يجعلهم حلقا يعد عن سيئاتهم، يأخذون حصى، افعل كذا يا فلان، عد كذا، هذا مما أحدثه الناس من البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فما أحدثه الناس من التقربات هو البدع، والبدع تكون في القرب فيما يتقرب به الناس مما لم يشرع، يسمى بدعة. البدعة هي كل ما أحدث في الدين بنية التقرب والتعبد إلى الله عز وجل، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. قال: مما لم يشرع يسمى بدعة، فالواجب الحذر منها، وليس فيها تفصيل. كل بدعة ضلالة، ليس فيها تفصيل، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما في تفصيل، بدعة حسنة وبدعة سيئة. أما من استدل بقول عمر: هذه نعمة البدعة هذه، عندما رأى الصحابة اجتمعوا في صلاة التراويح، جمعهم على صلاة التراويح، فقال: نعمة البدعة هذه، فليست هي بدعة حسنة، أصلها موجود. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة التراويح، صلى بهم يوم ثم يومين، في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث خاف أن تفرض عليهم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما في هناك خوف من أن تفرض، انقطع الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في الليلة الثالثة، ليس لأنها ليست مشروعة، بل لأنه خاف أن تفرض عليهم، فهي موجودة، أصلها موجود. هذه ليست بدعة. نعمة البدعة هذه ليس معناه أنها هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا، إنما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي نعم هذا العمل، وهذا له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل محدث ليس في كتاب الله وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. كل بدعة ضلالة، ليس في تفصيل، بدعة حسنة وبدعة سيئة. قال: أما قول بعض الناس أن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام فهو قول غلط ممن قاله، والصواب أن كل بدعة ضلالة، والبدعة هي القربة التي يتقرب بها الناس لم يشرعها الله، يقال لها بدعة. هذه هي مثل الذي فعله هؤلاء في عهد ابن مسعود، يعدون. قال: ومثل بدعة الموالد، ومثل بدعة بناء القبور، وإدخال المساجد على القبور، وتكسيس القبور، والكتابة عليها، هذه كلها من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكسيس القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه، نهى أن يبنى على القبر، وأن يقعد عليه، وأن يجصص القبر، نهى. جاء عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأمر علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرف إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. قال: وتكسيس القبور والكتابة عليها، كل هذا مما أحدثه الناس من البدع.
فالواجب الحذر من ذلك، وأن يتقيد المؤمن بما شرعه الله وما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وما مشى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات، وأن يحذر أن يزيد فيما شرعه الله جل وعلا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكمل الدين فليس لأحد أن نزيد فيه، نسأل الله العافية والسلامة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وقبل الانتهاء يعني موجود الآن يعني في مسألة القبور الذي يبنى بنايات هذه المشاهد والقباب، هذه شيء معروف. وكذلك الذي ليس القباب، الذي الآن كثير خاصة هنا في إندونيسيا يبنى على القبر، يفعل عليه كراميك، هذا لا يجوز، لا يجوز البناء على القبر، لا يجوز. توضع يعني إذا خيف مثلا من يعني المطر توضع عليه حصى كما يفعل في السعودية، توضع عليه حصى ويوضع حجارة لأجل ألا يخرج التراب، أجل ألا يخرج يعني التراب ولا يعني يروح التراب، وتوضع أو توضع حجارة على القبر وتوضع فوقه حصى، حتى إذا يعني جاء المطر تبقى الحصى لن تذهب، تبقى الحصى. أما أبناء، ومن العجيب من أعجب أيضا ما رأيت أنه يفعل فوق يعني عند رأس الميت حق المطر، صح؟ هذا عجيب، رأيته في باتام تعجبت، أول ما رأيته تعجبت، أنا أستغرب، هذا عجيب. لماذا يوضع هذا؟ أي لأجل أن لا يصل المطر إليه أو ماذا؟ أو الشمس لا تضره الشمس. الله المستعان، يعني أشياء عجيبة. يعني مثل هذه الأشياء يعني قليل أولا يفعلها واحد، كما تقدم معنا البدع، الشيطان يأتي إلى الناس ما يأتي لهم مباشرة إلى البدعة الكبيرة أو مباشرة إلى أن الناس يعملوها كلهم، يأتي إلى واحد يفعل هذا يعني شيء يسير يفعله، الناس ما ينكروا عليه بداية، ثم خلاص صار عادة، انتقل بعدها إلى أكبر يعمله الناس، هذا قد الناس خلاص هذا أصبح دين، بعد أكبر منه قليل ما ينكره، ربما ينكر بعض يعني والأكثر أي من الجهال خلاص يعملوا به، ثم يصبح عادة، ثم إلى أن يصلوا إلى البدع الكبيرة كما حصل يعني من الصوفية. يعني الآن القباب والشيعة، القباب والمشاهد بكثرة، حيث ما وجد الصوفية والشيعة بكثرة. في مقبرة في يعني في كربلاء، هذه المقبرة التي يزعمون أن فيها الحسين يعني الحسن أو الحسين، يعني كأنها مدينة، عندما تشاهدها في الصورة كأنها مدينة، وتدخل شاهد صورة كأنها مدينة، قبة يعني كأنها بيوت، وهي مقبرة. فهذا مما أحدث في دين الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، والحمد لله الذي أعان على إتمامها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يعني قرأناه وما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.